السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف يا صديقي أن مصطلح الحروب الصليبية لم يستخدمه أبدا المسلمين والمؤرخين العرب في العصور الوسطى؟ كان الاسم اللي بيطلق على الحروب الصليبية هي حروب الإفرنج أو الإفرنجة، والفرنجة أو الإفرنج هو الاسم اللي أطلقه العرب على الغزاة القادمين من وسط وغرب أوروبا تمييزا لهم عن الرومان وهم الأوروبيين الشرقيين. واسم الفرنجة ده مأخوذ من الكلمة اللاتينية فرانجيا واللي معناها مملكة الإفرنج أو أرض الفرنجة، نسبة لقبائل الفرانكس اللي استوطنت مناطق غرب ووسط أوروبا. حتى أسماء الملوك وقادة الحملات الصليبية ما كانش العرب بينطقوها زي ما هو معروف حاليا. يعني عندك مثلا الملك ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا، العرب ما كانوش بينطقوا الاسم ده إطلاقا بالشكل ده، ولكنه مذكور في المصادر التاريخية العربية باسم ريكارد ملك الإنكتار أو إنكلتيرا، وده الاسم اللي اتعرف به الإنجليز عند العرب في العصور الوسطى.